السلام عليكم. والنهاردة معانا فيديو هنتكلم فيه عن الفرق بين الورقتين الجلوسي دول، واحدة جلوسي عادية وواحدة جلوسي مخصصة لطباعة الصور الفوتوغرافية. الورقتين مغطاة جلوسي لميع، ولكن واحدة متعالجة علشان تبقى مخصصة لطباعة الصور الفوتوغرافية. الورقة دي لونها أبيض، وأفضل كواليتي تاخدها منها لو طبعت عليها بالبرينتر الإنكجيت الحبر السائل. هي مخصصة أصلا معمولة لكده، يعني المعالجة اللي محطوطة عليها معمولة علشان الورقة تقدر تشيل الحبر السائل بتاع البرينتر الإنكجيت. ودي الورقة شكلها جلوسي اهو. الورقة التانية جلوسي برضو، ولكنها عادية، ما فيهاش المعالجة بتاعت انها يتطبع عليها صور فوتوغرافية، ولونها زي ما انت شايف اوف وايت، مش ابيض 100% زي دي، لونها كريمي كده شوية. وبرضو تشوفها في الإضاءة الجلوسي بتاعها برضو اقل من ده سنة بسيطة، ولكنها جلوسي. طيب، هل انا لو طبعت نفس الصورة، عندي صورة طبعت نفس الصورة على الورقتين، هتطلع نفس الكواليتي ولا لا؟ ولو ما طلعش نفس الكواليتي، هل في حل ولا لا؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو. تعال نروح للكمبيوتر نشوف شكل الصورة اللي هنطبعها على الورقتين. ومعانا الصورة الجميلة دي فيها درجات اللون الأزرق هنا في السماء بالتداخل مع اللون الأبيض اللي هو هيبقى لون الورقة. يعني عندك المساحة دي ما فيهاش لون هنا في الصورة، فالبرينتر مش هتطبع لون في المساحة دي، فهيبان لك فيها لون الورقة. وعندنا اللون الأحمر هنا في الورد بدرجاته، عندك الأحمر الفاتح هنا أهو، وعندك الأحمر الغامق هنا، وعندك اللون الأصفر بدرجاته ورا في الصورة كده غامق. وكل لما تقرب في الصورة قدام اللون الأصفر بيفتح زي هنا كده وهنا. وعندنا اللون البرتقاني في قلب الورد الأصفر، واللون الموف، واللون الأخضر برضو بدرجاته، عندك الغامق أهو والفاتح. يعني على حسب اتجاه الإضاءة في الصورة، الأماكن اللي فيها ظل بيبقى فيها اللون غامق، والأماكن اللي ضارب فيها النور بيبقى اللون فاتح. فده مسبب لنا تدريج في اللون. والصورة بصراحة colorful، فيها ألوان كتير، فهتقدر تبين لنا الكواليتي بتاع الورقة لما يتطبع عليها. تعالوا بقى نروح نطبع الصورة دي، بس هنطبعها من برنامج الأروب فوتوشوب علشان نقدر نتحكم في مقاسها ومكانها على الورقة. هنروح نفتح فايل وبرنت with preview. وبعد كده أنا عندي الورقة ال A4 بيبقى عرضها 21 سنتي، فأنا هعمل الصورة دي عرضها يبقى 19 سنتي عشان تفت البيج. وهسيب نص سنتي كده من فوق هنا عشان يبقى عندي بقية الورقة فاضية أقدر أطبع عليها أي حاجة تانية. وهدوس على برنت واروح للبرنت دايلوج. انا عندي برينتر كانون انك جيت. هو بس الفرق بينه وما بين البرينترات العاديه ان البرينتر الانك جيت العادي الحبر بتاعه بيتحط في كارتريج، والكارتريج بتتركب جوه البرينتر. انما التايب بتاع البرينتر الكانون ده اللي هو بيبقى بدايه السيريز بتاعته بتبدا بحرف الجي. هو الدرايفر بتاعه بيتعرف ب 3060، لكن هو بيبقى فيه موديلات منه كتير لكن بتبقى بنفس الدرايفر. اللي بيميز بس البرينتر ده ان هو الاحبار بتاعته بتبقى في علبه، كل لون له علبه كده، انت بتملى العلبه دي بالحبر بلون الحبر بتاعك بيبقى سايل في ازازه. وبعد كده البرينتر هيد بتاخد من العلبه دي الحبر وتطبع لك على الورق. فبيبقى موفر شويه في ان انت كل شويه محتاج تشتري كارتريج للبرينتر العاديه، لكن دي مش بتحتاج ان انت تشتري لها كارتريج كل مده طويله شويه. بتحتاج ان انت تشتري العبوه بتاعه الحبر السائل وتفضيها في البرينتر. هنروح بقى على properties، مش هنغير في اي حاجة خالص. هنسيب الخصائص بتاعة الطباعة زي ما هي كده ستاندرد، وهنا plain paper. حتى لو انا هطبع على جلوسي انا هسيبها plain paper، والكواليتي هنا هسيبها هاي. وانا معلم على البريفيو before printing عشان اشوف شكل الصورة هتنزل فين في الورقة. وهدوس على اوكي. بس انا عايز منها نسختين علشان نطبع واحدة على البرنت على الورقة الجلوسي العادية، وواحدة على الورقة الجلوسي المخصصة لطباعة الصور الفوتوغرافية عشان نشوف هل في فرق بينهم ولا لا. هندوس اوكي ونروح للبريفيو ونشوف ان الصورة هتنزل هنا، وندوس ستارت برينتينج واشوفكم عند البرنت.
ووصلنا عند البرينتر. زي ما انت شايف اهو برينتر كانون، وادي الموديل بتاعها جي 3460. هي في انتظار ان انا احط لها الورق. هي اوريدي خدت الاوردر. هنطبع الاول على الورقة الجلوسي المخصصة لطباعة الصور الفوتوغرافية، وهندوس اوكي. الورقة بقى اللي هي الجلوسي العادية دي بيبقى موجود منها ورق عادي وستيكر، انما الورقة اللي بيطبع عليها دلوقتي دي مش موجود منها ستيكر. تعالوا نشوف بقى كده شكل الطباعة عليها. استني هحط لك الورق التانية، جعانة عايزة تاكل. طبعا هو هنا الصورة محترمة بصراحة. طبعا لو ولعت الفلاش برضو هنشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. بس احنا ممكن نحط الورقة التانية تتطبع واحنا نتفرج على الصورة دي. تمام، خدت الاوردر. بص بقى دي بالفلاش شكلها عامل ازاي. بصراحة جميلة. هنشوفها برضو لما نخلص اللي بتطبع دي، هنشوفهم هما الاتنين. تمام. في فرق. في فرق رهيب طبعا. طبعا هنا اللي على الشمال اللي هي الجلوسي العادية، الألوان باهتة، تحس إن كأننا طابعين صورة تانية. تعالوا كده نروح نشوفهم في نور ربنا. بص بقى كده في نور ربنا، دي الورقة اللي هي الفوتوغرافي بيبر، ودي الورقة اللي هي العادية، ودي منظرها برضو اتفرج عليها كده RGB من الشاشة. وهنا برضو دول مطبوعين CMYK. نيجي هنا بقى في المختبر ونشوف بقى ايه مدى ثبات الألوان على الورقة. دي الورقة اللي هي الفوتوغرافي بيبر المخصصة لطباعة الصور الفوتوغرافية. نيجي مثلا على حتة فيها اللون غامق هنا زي كده، طبعا انا كمان بجوانتي يعني ده المفروض ان هو يدمر اللون اكتر من صبعك يعني. تعال نشوف كده. طبعا في نسبة ضئيلة اوي 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 من الحبر طلعت، ودي حاجة طبيعية. يعني انا مبسوط بصراحة لان انا كنت بعمل احتكاك جامد اوي، مش الاحتكاك الطبيعي بتاع ايدك. تمام. التانية بقى نختار مثلا صوبع تاني. دي برضو نسبة الثبات عليها زي ما انت شايف، يعني ما طلعتش حبر في صبعي. يعني بص شايف. تمام. لكن اللي احنا ناخد بالنا منه مثلا ان الورقة دي لو تاخد بالك هنا مفيش سميرينج، مفيش يعني الحبر ما اتمسحش وطلع بره اطار الصورة. تمام. لكن هنا لو انت شايف اهو، بص شوية كده من الحبر اهو بنفس درجة الاحتكاك. طبعا برضو ده مش الاحتكاك الطبيعي بتاع ايدك لما بتمسك الحاجة. يعني انا كنت بعملها بقوة شوية علشان اختبر نسبة ثبات الحبر.
فانا مش عارف هي باينه عندك في الكاميرا، بس اعتقد انها باينه. يعني هنا في سميرنج كده، في تحس ان الحبر اتمسح، طلع بره اطار الصوره وباين على على الابيض. تمام. طيب المنظر اللي احنا شفناه ده بصراحه يعني على الورقه دي هي الجودة مش وحشة، ولكن الألوان هي اللي وحشة طبعا، باهتة جدا وحاجة صعبة. طيب أنا لو اوريدي جبت الورقة دي، وبالذات لو أنا عايز ستيكر، لأن الورقة الفوتوغرافي مفيش منها ستيكر، اللي هي الورقة الفوتوغرافي دي مفيش منها ستيكر، هي بس الورقة دي اللي في منها عادي وفي منها ستيكر. فانا لو عايز اطبع مثلا صوره زي دي على ستيكر والزقها على حاجه، او انا اوريدي جبت من الورق ده كميه مثلا 50 ورقه ولا 100 ورقه علشان انا اطبع عليهم الصور دي، كنت فرحان، وبعدين فجاه مره واحده كده طبعت عليها الصوره وطلعت لي بالمنظر ده، فاكتئبت وزعلت قوي. طب اعمل ايه؟ ايه الحل؟ ارمي الورق ده ولا اعمل ايه؟ لا طبعا انت مش هترمي الورق ومش هتعمل حاجه، وانا معايا ليك حل، حل سحري هيخلي لك الطباعة اللي على الورقة دي زي الطباعة اللي على الورقة دي، نفس الشكل. هنستخدم السبراي ده، اسمه هاي ستيك سبراي بينتس. ده انتاج الامارات مش الصين، الحمد لله لقينا منتج مش صيني، ومنتج محترم واداؤه عالي بصراحة. السبراي ده ورنيش عادي زي اللي بيدهن على الخشب عشان يحميه او يحفظه، او زي اللي بيدهن على على الحديد، بيدهن على البلاستيك، بيدهن على الجلد، بيدهن على الورق. انا بقى جربته على على الورق، بس انا عايز اقول لك ان انا جربت نوع تاني قبله بدون ذكر اسم النوع. يعني النوع ده كان لون السبراي لما بيطلع منه لونه غامق، لونه مصفر شويه، فلما كان لما كنت برشه على الصوره كان بيغمقها جامد جدا، كان يعني بيغمق الالوان لكن ما بيأذيش الالوان. تمام. انما السبراي ده بصراحه شفاف 100%، كلير 100% ترانسبيرنت. وبعدين هو المكون بتاعه اكريليك 100%، ما فيهوش اي حاجة تانية، فلذلك هو يعني متماشي جدا مع الالوان، ما بيأذيهاش او بيسيح اللون او الكلام ده اطلاقا. السبراي ده انت ممكن تستخدمه على البينتس بتاعتك اللي انت راسمها بايدك، لو مرسومه بالوان اكريليك، زي مثلا الرسمه الجميله اللي ورا دي مرسومه بالوان اكريليك، ممكن ترش عليها السبراي ده عشان تحفظها. او لو انت بترسم بالقلم الشاركول او القلم الرصاص او الالوان اللي بالاقلام، انت لما بتعملها بصبعك كده بتتمسح على الورقه، فلو رشيت عليها من السبراي ده هتثبت، ولما تعمل صبعك عليها كده مفيش اي حاجة هتحصل. وطبعا هو متوافق مع الحبر بتاع الطبعات، سواء كان الباودر بتاع البرينتر الليزر او كان الحبر السائل بتاع البرينتر الانك جيت. والصورة اللي احنا طبعناها على الورقة الفوتوغرافي، انت لو رشيت عليها من السبراي ده هتحفظها وهتحميها، لان انا عايز اقولك معلومة مهمة جدا، ان انت الحبر السائل اللي في البرينتر الانك جيت بتاعتك في منه نوعين، نوع اسمه داي انك ونوع اسمه بيجمنت انك. البيجمنت انك ده بيبقى حبر ثابت، وده انت اللي بتشتريه، يعني 90% انت اللي بتشتريه، و10% من البرينترز القوية المتخصصة هي اللي بتنزل اصلا فيها البيجمنت انك ده. ده حبر ثابت وضد المية، ولو طبعته على ورق جلوسي ضد المية ووتر بروف، وحطيت الورقة دي 5-6 أيام في المية، ولا الورقة هتبوش ولا الألوان هتتأثر ولا هتتمسح. ده حبر متخصص يعني. انما البرينترات اللي هي في مستوى المتوسط بتاعه الاستخدام المنزلي او المكاتب متوسطه الحجم، بيبقى البرينتر اللي هو العادي بيبقى فيه الحبر الداي انك. الحبر الداي انك ده بيبقى ووتر بيزد او اساسه ميه، فلو جبت عليه اي ميه بتلاقي الحبر ساح. ولو سبته في الجو كده ابتداء من 3 شهور وانت طالع 6 شهور، هتلاقي الالوان عماله تبهت تبهت وتتمسح. يعني ممكن الصورة الجميلة اللي انت طابعها دي بعد 6 شهور، او مش 6 شهور، لا 4 شهور كمان، ممكن هتلاقيها بقت شبه الصورة دي.
وبعد 3-4 شهور كمان هتلاقيها بقت ممسوحة، مش تماما طبعا، بس بتبقى ممسوحة يعني اللي باين منها بنسبة حوالي 10-15% من تفاصيل الصورة. فانت لو رشيت عليها من السبراي ده هيحفظ لك الصورة وهيخليها تعيش عندك العمر كله من غير ما تتمسح. بس احنا التجربة بتاعتنا بقى النهاردة عايزين نجرب نرشها على الورقة الجلوسي العادية، ونشوف هل هيحصل تأثير ولا لأ، مش من ناحية الحفظ، من ناحية تغيير الألوان. تعالوا نجرب مع بعض التجربة دي ونشوف. بس أنا عايز أنصحك الأول قبل ما نجرب لو هتستخدم السبراي ده إن أنت تلبس كمامة، لان ده ايروسول، يعني حاجه بتترش زي السبراي الدوكو كده بالظبط، يعني ريحته نفاذه ومؤذي للصدر. فانت بدل ما تاذي نفسك البس كمامه افضل، واحمي نفسك، صحتك اهم من اي حاجه فنيه انت بتعملها او من اي تجربه انت بتجربها. فيلا بينا نشوف هنرش السبراي ده على الصوره بتاعتنا ازاي. طبعا انا قصيت الصوره، حطيت فوق هنا الورقة الجلوسي العادية وهنا الجلوسي الفوتوغرافي بيبر، ومعانا السبراي اهو. هو طبعا يبقى مكتوب على ظهره ان انت لازم ترجه كويس جدا. القطعة الازازة اللي انت سامع صوتها دي بتفضل ترجه دقيقتين كده ولا حاجة، وبترشه على بعد 30 سنتي من الورقة اللي انت هترش عليها او من السطح اللي انت هترش عليه. ومن الافضل ان انت ترش طبقتين خفاف افضل من طبقة واحدة كثيفة، وما بين كل طبقة وطبقة ممكن تسيب من دقيقتين ل3 دقايق علشان الطبقة الاولى تنشف. عايزك بقى تركز معايا شكل الصورة عامل ازاي دلوقتي وانا هرش عليها دلوقتي من السبراي، وهل هيحصل تغيير وقتي ولا لا. احنا كده رشينا نص الصورة الشمال، كمل بقى بقية الصورة. هنرش اللي تحت، نجرب برضو السبراي عليها. هنتظر دقيقتين 3 كده. تمام، انا كده انتظرت بالظبط 3 دقايق لغاية ما تقريبا الطبقة الاولى جفت. زي ما انت شايف برضو انا لازقهم على كرتونة علشان الورقة تبقى مفرودة وعلشان السبراي يتوزع عليهم بالتساوي. هو طبعا يفضل طول ما انت شغال بترج العبوة، وبعد ما بترش بيها كل شوية بتقلبها كده علشان لو في اي زوايد من السائل اللي جوه السبراي جوه الجزء الاسود اللي انت بتضغط عليه ده بتنقط. هو مكتوب كده على فكرة على العلبة، يعني هو كاتب لك ازاي تستخدمه بالظبط. هنستنى لما يجف ونشوف مع بعض النتيجة. وادي الصورتين بعد ما الطبقة التانية جفت. شكلهم طبعا اللي فوق دي هي الجلوسي العادية، واللي تحت دي الجلوسي الفوتوغرافي. عايزين نشوفهم في الإضاءة كده، نشوف الريفليكشن الأول، نحكم عليه كطبقة حماية. بص شايف التكستشر، عمل تكستشر على الصورة، شكله عامل ازاي. سيم تكستشر هنا، بس هنا الريفليكشن أعلى في الورق ده، الجلوسي بتاعه بقى أعلى بعد ما ترش عليه السبراي ده. تحس ان هو تحول لورق مط شوية او لاستر اللي هو بيبقى مط ومحبب. ده بقى more glossy more shiny، وبرضو في نفس التكستشر ده اهو. هنشوف بقى كده الثبات
نختار بقى صباعين تانيين، الصباع ده مثلا ما استخدمناهوش، ولا اي حاجة. برضو الصبع التاني اهو، ولا في اي حاجة. كطبقة حماية بصراحة ممتازة جدا. خلينا نشيل الورق من على الكرتونة ونحطه جنب بعض عشان نعرف نقارن. ادينا شلنا الورق من على الكرتونة، وبصراحة انا لو كنت طابع الاتنين على نفس نوع الورق ما كنتش هعرف افرق بينهم. انا شايف بصراحة دي كده الفوتوغرافي بيبر اهي. تعال نقارنها كده الاول. انا طبعت نسختين تانيين من الصورة قبل ما نرش عليهم سبراي. دي الصورة الاوريجينال قبل ما يترش عليها السبراي، الورقة الفوتوغرافي، ودي بعد ما ترش عليها السبراي. تحس السبراي خلاها بقت شبه الصور اللي بتستلمها من عند المصوراتي. بقت نص لمعة، او ما هو مش مط، هي نص لمعة شوية، وبقت محببة سنة، شبه بالظبط اللي بتستلمها من عند المصوراتي. وانا مش شايف بصراحة ان هو في الورقة نحط كده الورقتين جنب بعض. يعني انا مش شايف ان هي عملت فرق كبير في الورقة الجلوسي الفوتوغرافي بيبر. نفس الكواليتي، نفس دقة الألوان تقريبا. لكن الاستفادة هنا كانت في طبقة الحماية اللي هتخلي الصورة تعيش معاك وقت طويل. يعني الصورتين دول انت لو سبتهم كده وتعالى بص عليهم بعد 6 شهور هتلاقي الصورة دي بقت باهتة جدا، والصورة دي زي ما هي اللي عليها طبقة الحماية بتاعة السبراي. تعالى بقى كده نقارن الصورتين اللي هما كان عليهم موضوع الفيديو النهاردة. دي كده الصورة، فاكرها؟ الصورة اللي هي كانت قبل ما نرشها بالسبراي، ودي بعد ما رشناها بالسبراي. اعتقد طبعا ان في فرق رهيب وفرق واضح في اللون. هو فعلا وصلك ان الصورة بقت شبه الصورة الجلوسي الأصلية اللي هي مش مرشوشة. دي الأصلية اللي مش مرشوشة، لو تفتكر كان فيها نسبة لمعة اهي. بص، حط عينك مثلا على وردة ولتكن دي، وتعالى نشوف شكلها هنا. هنا الألوان كمان بقت زاهية أكتر، بقت فعلا colorful. شوف الريفليكشن بتاعها. السبراي ده لو انت عايزه هتلاقي لينك الشراء بتاعه موجود اسفل الفيديو في الديسكريبشن. وتعالى نروح للكمبيوتر نشوف الخصائص بتاعة السبراي ده ومميزاته، ممكن نستفاد منه في ايه، وايه الفرق اللي بينه وما بين الانواع التانية سريعا كده. طبعا انت لو كنت عايز تشتري السبراي من محل بتاع بويات وحدايد قريب من البيت عندك، السبراي ده اسمه سبراي دوكو شفاف او سبراي اكريليك شفاف. بس لازم تقرا بعينك ان مكتوب على العبوة انه 100% اكريليك، غير كده هيبوظ لك الالوان الضعيفة اللي هي بتاعت الاكريليك او الحبر بتاع الطبعات ما يستحملش حاجة قوية. لكن الأكريليك 100% بيشتغل معايا زي ما انت شفت. بس السوق فيه أنواع كتير، أنا زي ما قلت لك جربت نوع منهم، ما جربتهمش كلهم. بس لو انت حابب تجرب، جرب
ولو لقيت نوع شفاف ومفيهوش السنة الأصفر دي، يا ريت تكتب لي في الكومنت بالنوع ده علشان ننشره للناس اللي هتشوف الفيديو كلنا نستفاد منه. وأنا ناوي برضو أنزل فيديو هجرب فيه أنواع السبراي اللي موجودة في السوق كلها اللي هي من الأكريليك، علشان نعرف مين الكويس فيهم ومين الوحش ونقدر كلنا نستفاد. ولو انت مش مشترك في القناة يشرفني انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات الفيديوهات الجديدة اللي ليها علاقة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، سواء كان الطباعة أو الأحبار أو أوراق الطباعة. لو دوست على اللينك اللي موجود في الديسكريبشن تحت هيوصلك هنا على الأمازون، أو لو انت فاتح الأمازون بتاعك هتكتب بس كده ايه، هاي سبراي كلير، هيطلع لك اهو أول واحد. وفي أنواع تانية كتير زي ما انت شايف أسعارها. أنا عايز أقولك إن الحاجات دي الأنواع دي سواء كان راستوليوم أو كرايلون، كل الأنواع دي هي عبارة عن أكريليك 100%. هو نفس التركيبة ونفس كل حاجة. فده طبعا حاجة سعرها يعتبر ممتاز ومن الإمارات. على فكرة أنا ولا ليا سبونسر الأمازون ولا الشركة بتاعت السبراي ده ولا أي حاجة. أنا اللي اشتريته بنفسي وأنا اللي جربته، وأنا حابب أشارك مع كل الفكرة علشان كل واحد عنده المشكلة بتاعة الورق دي يقدر يحلها، أو عنده الصور بتتمسح لما بيطبع وبيحطها على الحيطة أو في أي حتة أو بتتعرض للجو وبتتمسح، أقدر أفيده يعني إذا كانت العلم نشره. فأنا كنت حابب بس أشارك معاكم الفكرة مش أكتر، وحابب إن أنا أوصلك إن أنت تقدر تشتريه بسعر جيد من على الإنترنت، أو لو عايزه كمان أرخص من كده ممكن تشتريه زي ما قلت لك من محل بتاع بويات وحدايد. وعلى فكرة النوع برضو بتاع هايستيك ده موجود منه كل الألوان. لو تفتكر احنا في أول الفيديو قلنا إن لون الغطا بيوضح اللون اللي جوه العبوة. يعني لو كتبنا بس هاي سبراي كده هيجيلك اهو، ادي الرصاصي وده الاسود ده الجولد ده السيلفر ابيض احمر اخضر، يعني كل الالوان موجودة. بس احنا خلينا نشوف الشفاف اللي هو هيفيدنا القصة بتاعتنا دي. تعال نشوف ممكن نستفاد منه في ايه. هو بيقول لك ان هو افضل بديل لل للورنيش الدهان الشفاف، ان هو 100% اكريليك، وان هو سي اف سي فري او حاجه اسمها فريون فري، يعني مش مؤذي للبيئه، وإن هو ممتاز في مقاومة العوامل الجوية، وإن هو لما بترشه المستوى بتاعه بيبقى جيد. يعني ما بيبقاش تقيل في حتة وخفيف في حتة، بيبقى متساوي على الصورة أو على السطح اللي أنت بترشه. المساحة اللي بيغطيها في الرش بتبقى عالية، وقوة الضغط بتاع السبراي بتاعته ممتازة، وإن هو بيجف بسرعة، وعنده قوة لصق عالية. يعني ممكن تستخدمه كأدهيسيف سبراي، وبيضيف نوع من الغناء واللمعان، وطبقة اللي بتبقى على السطح بتبقى محببة كده، الفينش بتاعها محبب زي ما انت شفت كده على الصورة. كان زود تحس إن طبقة كده محببة. وبيقول إن هو بيستخدم على نطاق واسع في تغطية أو في الفينش يعني بتاع الأسطح الداخلية والخارجية للمعادن والأخشاب والإزاز والجلد والسيراميك والبلاستيك والأوراق. وإن هو آمن 100% لكل أنواع الدهانات، أحبار الطبعات سواء كانت حبر سائل أو باودر. بيستخدم في تغطية وحفظ الرسومات اللي بالإيد، سواء كان بالحبر اللي انت راسم بيه أساسه مية أو أساسه أكريليك، أو الأقلام اللي هي الفحم الشاركول، أو الأقلام العادية،
أو الصور المطبوعة، سواء أنت جايبها من عند مصوراتي هو مصورها لك وعايز تحفظها عشان ما تتمسحش مع الزمن، أو أنت طابعها عندك. ودي بقى المفاجأة اللي بتميزه عن سبرايات كتير من ب300 وب250 ومن أنواع كتير موجودة في السوق، إن هو فعلا 100% غير سام بعد ما يجف. يعني أنت لو عندك صورة رشيتها واستنيت لما تجف وحطيتها عندك في البيت، وعندك طفل صغير وحط ايده على الصورة دي بعدين حط ايده في بقه او لحس الصورة، مش هيحصل له اي حاجة. ودي ميزة مهمة جدا جدا. وعايز اقول لك لما ترش السبراي ده، غير انك تلبس كمامة طبعا زي ما قلت لك، ان انت ترشه بره البيت عشان لو عندك اطفال في البيت ما تأذيهمش، وعشان ما تأذيش نفسك لو عندك بلكونة او بره باب البيت بتاعك. ترش السبراي ده، هو بالظبط ريحته بتقعد 10 دقايق وبتروح، بس علشان ما تأذيش نفسك وما تأذيش عيلتك فرشه بره البيت. برضو بالنسبة للورق اللي أنا استخدمته في الفيديو، سواء كان الجلوسي الفوتوغرافيك بيبر أو الجلوسي العادي، هسيب لك اللينك بتاعهم برضو في أسفل الفيديو لو أنت عايز تشتريهم، وأقول لك برضو الفرق بينهم ومعلومة ليك تعرفها للورق عموما. الورقة الجلوسي العادية اللي هي كان لونها مصفر شوية أو أوف وايت، دي 2880 دي بي أي. ودي بي أي يعني دوت بير إنش، يعني أنت لو جبت الورقة كده ورسمت مربع طوله بوصة وعرضه بوصة، المساحة بتاعت المربع دي جواها 2880 نقطة. البرينتر بتاعتك هتقدر تطبع حبر عليهم. فدي الكواليتي بتاعت الورقة. بالنسبة للورقة التانية اللي هي الفوتوغرافيك بيبر، دي 5760 دي بي اي، تقريبا الضعف. النقط اللي في الورقة الأولانية دي ضعفها في الورقة التانية. الأماكن اللي هتقدر البرينتر تطبع عليها هتبقى الضعف. شوف طبعا الكواليتي هيبقى الضعف، عشان كده هي بتبقى طبعا أغلى وبتبقى مخصصة لطباعة الصور الهاي كواليتي عشان تبين. وأنا أشكركم جزيلا إن أنت تابعت معايا الفيديو وإن أنت تابعت معايا التجربة. ولو كنت عايز تشجعني اعمل لايك للفيديو علشان أعرف كم واحد عجبته الفكرة، وإذا كنت أكمل في نفس التجارب دي لو كانت مفيدة ليكوا ولا لأ. أتمنى يكون المعلومات فادتك في المجال اللي أنت بتشتغل فيه. أشكركم جزيلا.